على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. تحية إبداع، تحية تفوق لكل مشاهدين برنامج صباح الخير الكويت. أنا موجود في المكتبة الوطنية وتحديدا على مسرح وزارة الدولة لشؤون الشباب بحضور معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب معالي الشيخ سلمان الحمود الصباح. يقيم اليوم نادي الإبداع الإعلامي قسم الإعلام تخريج طلبة وطالبات قسم الإعلام دفعة 2013. راح نشوف معاكم شعور الطلبة والطالبات في هذه الحفل من خلال هذه اللقطات. نعيش اليوم ذكرى الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد. أيها الشباب والشابات، أن التفوق على مقاعد الدراسة غير ذلك الذي ستواجهونه في الحياة اليومية التي تملأها التحديات، والتي تتطلب منكم أن تطوروا مهارات أخرى إلى جانب المهارات التي لديكم. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيل. يشرفني أن أكون بينكم هذه الليلة لنحتفل بتكريم نخبة من الطلبة والطالبات من أبناء وبنات قسم الإعلام. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد، وستكون كلية الآداب وقسم الإعلام دائما سندا لكم في النصيحة والدعم. أتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الإعلامية لخدمة وطنهم الكويت، متمسكين في مبادئ وأصول المهنة الصحافة والإعلام الحر القائم على المصداقية وعلى تحقيق مصلحة الوطن في الحاضر وفي المستقبل. كل التوفيق للخريجين، كل الشكر لجامعة الكويت للأساتذة الكرام على ما قدموا من جهود، والشكر موصول لأسر الخريجين لدورهم الأساسي في دعم أبنائهم وتكوين شخصياتهم لخدمة الكويت ومستقبلها. والله نسأل أن يحفظ الكويت دائما دولة أمن وأمان وتقدم وازدهار تحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين سمو رئيس مجلس الوزراء. شاكر لكم برنامج صباح الخير الكويت، موفقين إن شاء الله. شكرا على حضوركم ودعمكم لأبنائنا الإعلاميين وزملائنا في المهنة. شكرا، السلام عليكم. على طاري الفرح أنا عبد الرحمن الدين، كل حلمي كان أني أمسك هذا الميكروفون وأوقف جبال هالكاميرات، وعلشان كذي دخلت جامعة الكويت في سنة 2008 وتخصصت بالإعلام. تخصصي كان إذاعة وتلفزيون، وأنا اليوم واقف معاكم عشان أقدم حفلة تخرجي. مساء الخير للجميع. أولاً أقول حق صباح الخير يا الكويت، اليوم أنا سعيد جداً أني واقف قدام هذه الكاميرا، لأن واحد من أهم وأعرق البرامج اللي أتمنى في يوم من الأيام أكون أحد مذيعينه. سعيد اليوم بتخرجي من جامعة الكويت، تحديداً قسم إعلام تخصص الإذاعة والتلفزيون، وها أنا التحقت بوزارة الإعلام وأصبحت أحد أفرادها. فبالتالي اليوم خلونا نهتم بهذا القسم اللي صار يخرج يعني نقدر نقول أهم نقدر نقول الكوادر اللي راح تفيد وزارة الإعلام. شكر كبير وموصول لنادي الإبداع الإعلامي صاحب هذه الفكرة وصاحب فكرة حفل خريجين قسم الإعلام لدفعة 2013. شكرا لك عبد الله، شكرا لعلياء، وشكرا لفريق العمل. معلمنا صنع أجيال، صياغة عقلنا فن تواريخ وأدب وامثال، يا ربي ترزق الجنة. معلمنا صنع أجيال، صياغة عقلنا فن تواريخ وأدب وامثال، يا ربي ترزق الجنة، يا ربي ترزق الجنة. على طاري الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة. والآن ننتقل إلى الطلبة المتفوقين، بداية مع محمد فرج. الطالب محمد فرج. حكاية عن طموح كبير
السنة النادي الإبداع الإعلامي مشكورا هو من تكفل في مسؤولية هذه تنظيم هذه حفل التخريج بالتعاون مع وزارة الشباب. نتمنى السنوات القادمة أيضا يكون العدد أكبر، ونتمنى أيضا أن يذكرون الطلبة والطالبات اللي ما قدروا يتخرجون أو ما حضروا الحفلات السابقة، أو مثل ما احنا نسميهم أيضا يصير ريونيون أو تجميع الطلبة لكل الدفعات ويكرمونهم في هذا الحفل. نشرة الأخبار السياسية جميل، وتقديم الانتخابات بشكل سنوي جميل، وتقديم البرامج السياسية الحوارية جميل، بس تقديم كلمة الطلبة الخريجين لجماليتها الخاصة هو جدا جميل. طبعا شعور غامر جدا بالسعادة بعد انقطاع هذه السنوات. الواحد ينطر لحظة التخرج، والحمد لله اللحظة وصلت، لكن نفس ما قلنا في الكلمة نرجع نقول هني في كلمة الخريجين، المشوار ابتدى الحين. كل الشكر لأعضاء هيئة التدريس، كل الشكر لأولياء أمورنا، وكل الشكر أيضا لكم الصحافة وتلفزيون الكويت، أكيد تلفزيوني وتلفزيونكم، على هذه التغطية الأكثر من رائعة. مشكورين وما قصرتوا، وإن شاء الله يا رب أن هذا التخرج الكويت بإذن الله تكون فخورة فيه في القريب العاجل. حفلنا الليلة حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله، على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله. لا يسعنا إلا أن يعني نبارك لهم في هذا اليوم، وإن شاء الله المسيرة راح تبدأ من الآن، من مجرد يعني حصولهم على الوظيفة، ونريد أن نرى يعني إنجازاتهم وشغلهم لهذا الوطن اللي ينتظر يعني منهم الكثير. أبارك حق زملائي وزميلاتي في قسم الإعلام على تخرجنا، وبالأخير هذا جهد إحنا جهدناه ووصلنا لهالمرحلة هذه من نجاحنا وتعبنا. الأمانة أنا يسعدني تواجدي الليلة بينكم وبين زملائي الخريجين. أحب أهنيهم وأبارك لهم بالتخرج، شعور حسيت فيه وأتمناه حق كل طالب إن شاء الله ويكون موفق إن شاء الله السنة. كان هدفي إني أتفوق، كان هدفي إني أكون إنسان متفوق، إنسان أقدر أوصل اللي أنا أبي. فالحمد لله رب العالمين كملت نص المشوار وباقي النص الثاني، وإن شاء الله إني أكون من الطلبة المتفوقين وأرفع رأس أبوي الله يرحمه وراس الوالدة. الحمد لله أنا سعيد اليوم كوني متفوق، عقبال إن شاء الله أكون بنفس المنصة وكون إن شاء الله طالب خريج. أشكر القائمين، أشكر النادي الإعلامي على هذه المبادرة الجميلة اللي تمينا مع دكاترتنا أساتذتنا وشيوخنا ما قصروا. أشكر دكاترة قسم الإعلام على الجهد اللي بذلوها لنا، على نصايحهم، على كل شيء صراحة، ومشكورين يعطيكم العافية. وأشكر دكاترتي اللي حضروا الحفلة، صراحة كانوا منورين، ولولا وجودهم ونصايحهم وتعليمهم لنا كان احنا ما صرنا بهالمكان وكان ما تخرجنا اليوم. وزير الشباب قام برعايته والنادي الإعلامي، فأشكرهم على الجهد الجبار هذا اللي قدروا يسوونه خلال السنة هذه فقط. أنا جدا فخور بنفسي أن أنا يعني كان عندي الإصرار أن أنا أخذ البكالوريوس، وإن شاء الله ناوي إن شاء الله أكمل في المجال الإعلامي. يعني شعور جميل، الواحد عقب حصاد طويل في الدراسة يحصل يوم واحد يفرح فيه ويتوج هذا الحصاد الطويل بفرحة تخرج واحتفال كبير بالنسبة لي. أوجه الشكر لك عبد الله والستاف البرنامج، أوجه شكر تحية خاصة لأبو عمر، وأيضا الطاقم الستاف في برنامج صباح الخير الكويت، ومشكورين يعطيكم ألف عافية. أبارك مرة أخرى لكافة أبنائنا وبناتنا نجاحهم، متمنيا للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شفتوا معنا مشاهدينا، شعور النجاح، شعور التفوق، شعور جميل. أكيد هذه الكوادر الإعلامية الوطنية بكلها أكيد بانتظار سوق العمل الإعلامي، وإن شاء الله هم ينورون وزارة الإعلام وشاشة تلفزيون دولة الكويت. وصلت الحين معاكم إلى الختام، عودة لزملائي في استوديو صباح الخير الكويت. حكاية عن طموح كبير، رؤيتنا تفاصيله، على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير، في رؤيتنا تفاصيله.